نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد ونهار جديد معكم، ونبدأ بسم الله. الفيديو تاع اليوم راح نديرها لكم. شوفوا الليله كامله كنت مغطيتها. هذا صابون دوف فيه حليب سخون، خليته يذوب ليله كامله. ها تقريبا داب لي، كرفشته في الرقيق وحطيت فيه طرف تاع قارص وهو سخون. دوك نعاود نعصر القارص باش يخرج مفعوله كامل. وتحته لبان عادي ناكلوه. حطيته في ماء ورد، سخنت الماء ورد وحطيت فيه اللبان. شوفوا اللبان كيش داب وكيفاش ولا. كي نمسه اللبان يولي نحسه شغل خلاص تفتف. شوفوا كي نمسه من بين يدي، ها هو اللبان. شوفوا كيفاش عاد. حطيته في ماء ورد سخون ليله كامله. الزوز راح نديرهم ماسك. شوفوا الاضافات مع بعضنا وش هي. نبدا بالطريقه. ندير اللبان مع الماء الورد، ندير صابون دوف الحليب، عندي قارص، نقطة كامل. راني نستخدم في الماء الورد هذا دقيقة هذا تاع القرعة تاع القزاز. راح نزيد ملعقة كبيرة تاع ماء ورد، 2 ملاعق كبار. زيتون انا باش تجيناش المدة، نصف ملعقة. هذا حر، ملعقة كبيرة هذه مانيش معمرة. الإضافة اللي حنديرها اللي هي شمندر ولا البطراف الأحمر المرحي، راح ندير ملعقة كبيرة كما راكم تشوفوا. راح نضيفها مع الخليط. نشا، بعدها راح نضيف تقريبا ملعقة ونصف كبار نشاء الذرة، باش كي نبدا نطيب فيه راح يولي لي شغل كريمة. هذا هما تقريبا المكونات. الماسك هذا جربت قبل ماسك دوف نفعني، وجربت ثاني ماسك تاع كريم ذو اللبان الذكر وحده ونفعني. خلطتهم مع بعضهم كتجربة مع بعضهم، خرجوا تجربة ناجحة ورائعة، تعطي واحد المفعول للبشرة هايل بالدوام. على هكاك حبيت نجرب معاكم التجربة هذه. حبيت نسوقها. لازم لها مادة حافظة، لازمني نوزن الجرامات، لازمني ندرس الكميات بالتدقيق باش نقدر نعرف قداش نحط من جرام من مادة حافظة باش نقدر نسوقها. هنايا كان المونتاج تاع الفيديو هذا سبق لاني حطيت الشمندر ولا البطراف الاحمر ونسيت ما صورتوش. على هكاك عاود درته لكم هو الاول، وريت لكم الملعقه اللي هزيتها. المهم هنايا راني حطيت على اساس كنت نصور ولقيت روحي نص التصوير ما صورتهاش. المهم المكونات واضحه كما راكم تشوفوا. راح ان شاء الله نهار اخر نحطها لكم بالميزان بالجرامات. راح نحط لكم كيفاش تسوقوها، كيفاش تحطوها بالجرامات بالتدقيق ان شاء الله. نروح هنا نحطها فوق النار في الاول نقصها ونقعد نخلط في هذاك الصابون لان ما دابش مليح.
راح نقصها تماما ونبقى نحرك فيها حتى يصبح القوام تاعها كريمي، ونحس باللي الصابون هذاك داب كامل. راح نتحصل على القوام هذا كما راكم تشوفوا على الشكل هذا. نحطها في علبة تكون مغلقة، علبة زجاج، ولا هو من الأحسن زجاج ولا بلاستيك. المهم عقموها قبل ما تحطوا فيها، لأنكم راح تحطوها على البشرة اللي بشرتها حساسة تزيد شوي زيت القارص مع القارص. أنا زدت زيت زيتون لأن بشرتي ديجا ناشفة وتحتاج شوي زيوت. شوفوا يعطي نضارة بالدوام، ينحي البقع الداكنة تاع الحب، يصفي ويوحد لون البشرة، يرطب وينعم ويعطي ريحة لطيفة للجسم. تقدروا تستخدموه لليدين، الرقبة، للوجه، تحت الإبطين، ما بين الفخذين، مناطق حساسة، تستخدموه وين حبيتوا. فقط ديروا تقشير يومين في السمانة ولا مرة واحدة في الأسبوع. هذا القوام تاعه كيفاش كان، أنا مصبرتش حتى يبرد، درته في يدي. ربي يبارك ما شاء الله. الماسك هذا عطيته لكم من قلبي، يوصلكم إن شاء الله وتتفاعلوا معاه. ما تنسوش تخلوا الإعجاب والاشتراك في القناة. دمتم أوفياء إن شاء الله، ونتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. ما تبخلوش البنات، بارطاجيو الفيديو هذا في مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم ويوصل للناس الكل. هاي نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.